بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنبدأ مع بعض أول درس من دروس البرمجة. هناخد فكرة عامة عن البرمجة، كيفية تصميم البرنامج. أول حاجة تصميم واجهة البرنامج، وبنقول عليها الانترفيس الخارجي للبرنامج. الجزء التاني كتابة أكواد البرنامج. تصميم واجهات البرنامج عبارة عن تصميم الشكل الخارجي للبرنامج بطريقة تسهل على المستخدم التعامل مع البرنامج والوصول للبيانات في أسرع وقت ممكن. طب يعني إيه كتابة أكواد البرنامج؟ هي الأوامر اللي بنكتبها في البرنامج لتنفيذ مهمة معينة، وبنقول عليها لغات البرمجة. تطوير لغات البرمجة. في الأول كان المبرمجين بيستخدموا لغة الكمبيوتر اللي هي الزيرو والوان، ولكن كانت البرمجة طويلة جدا وصعبة الاستخدام، فلجأ المصممين لابتكار طريقة جديدة، وهي الشفرة النصية، مكونة من عدة حروف من 1 ل5، ولكنها كانت صعبة برضه، فقاموا بتطويرها إلى أن وصلت إلى لغات البرمجة الموجودة حاليا. أنواع لغات البرمجة: السي والسي بلس بلس والسي شارب والبيزك والفيجوال بيزك والجافا ولغات كتير تانية. وبكده انتهت المقدمة. معادنا مع الفصل الأول، كيفية تحميل الفيجوال ستوديو من على النت. إلى اللقاء في الحلقة القادمة.